السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. هنعمل صينية اللحمة بالخضار. طريقة سهلة جدا وبسيطة، يا رب تعجبكم. طبعا الكميات هتكون حسب عدد أفراد الأسرة. نبدأ على بركة الله. عندي قطعة من الزبدة وشوية من الزيت أو شوية من السمنة اللي متوفر، وهشوح فيهم اللحم لحد ما تاخد لون بني. هضيف التوابل: قرفة، حبهان، ورق لوري، وشوية من الفلفل الأسود. هقلب التوابل مع اللحمة واسيبهم يتشوحوا مع بعض. بعد كده هضيف بصلاية مفرومة، وهقلب اللحمة مع البصل واسيبهم يتشوحوا. من وقت للتاني هقلبها عشان ما تلزقش او تتحرق. ريحة تشويح اللحمة ما شاء الله، وريحة التوابل فيها جميلة جدا. كده خلاص اللحمة اتشوحت مع البصل. هبتدي اضيف لها المية. شايفين شكلها؟ هضيف لها شوية من المية. هغطي عليها واسيبها تستوي براحتها. اللحمة دي ضاني حوالي ساعة بالظبط، وبتكون اللحمة دخلت في السوا. بعد ما استوت هنضيف شوية من الملح. هسيبها تاخد غلوتين على النار، وبعد كده هنطفي عليها ونروح نشوف الخضار بتاعنا. انا عندي جزر وبسلة وبطاطس. طبعا لو عندك خضار نوع تاني، كوسة، بتنجان، اللي عندك متوفر اعمليه. هرص الخضار في صينية الفرن، وهضيف على وشه اللحمة اللي احنا سلقناها. دي صلصة انا كنت مفرزاها. كل ما بيكون عندي طماطم زيادة بروح عاملاها صلصة وشايلها في الفريزر. هضيف على الخضار. الصلصة دي عبارة عن بصل وطماطم اتسبكوا، ورحت معبيها في الكيس وحطها في الفريزر. بتسهل عليا جدا عمايل الاكل. هوزع صلصة الطماطم كده على وش الخضار. بعد كده هضيف الشوربة. طريقة سهلة جدا جدا في عمل الخضار بالطريقة دي، ما خدناش اي وقت نهائي. الصلصة معمولة اصلا جاهزة، واللحمة اتسلقت، وهندخل كله الفرن وخلاص خلصت كده. لو ما عندكيش صلصة جاهزة هتقطعي بصلاية وعصير طماطم وتحطي كله ني في ني في الفرن، بيطلع طعمه في منتهى الجمال، صحي جدا وطعمه حلو جدا. بس انا عشان كان عندي الصلصة فاضطريت ان انا استخدمها. دول شوية من الكمون وشوية من الكزبرة ضفتهم على الخضار. ما حطيتش فلفل اسود لان انا اوريدي كنت حاطه في الشوربه. هضيف شوربه ونظبط الخضار بتاعنا. انا مولعه الفرن وسايباه يسخن على درجه حراره 200. دول فصين توم، دول اختياري، اللي ما بيحبش التوم ما يحطهمش. هحطهم على وش الصينيه وادخلها الفرن. نص ساعه في الفرن بيطلع الخضار مستوي، والاكل طعمه في منتهى الجمال. وده شكل الصينيه بعد ما طلعت. ريحتها حلوه جدا، واللحمه مستويه دايبه دوب، والخضار كمان مستوي. قدمناها مع رز بشعريه. الخضار زي الزبده هو واللحمه. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تعجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. السلام عليكم.